السلام عليكم متابعي قناة كوزين أم مسلم، لاباس عليكم بخير، أحوالكم طيبة. رمضان مبارك عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر وبالرزق إن شاء الله. والله يقدرنا ويقدركم على الصيام والقيام ديال هذا الشهر الفضيل ويتقبل منا. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم الوصفة ديال هاد لي ميني باغيت أو الكمير الصغيور اللي كيجي به مملحات. صراحة كيجي بهاد الطريقة مزيون بزاف، سواء تعملوه في الطبلة ديالكم ديال رمضان، حتى في لي سواغي، ممكن يعني تعملوه في بزاف ديال المناسبات. كذلك كان عندكم خريجات ولا شي حاجة توجدوه فكيجي مزيون بزاف. غادي نعطيكم الوصفة ديالو الناجحة ديال الباكيت ديالكم، كيفاش ينجح معكم دائما بالاسرار ديالو بكل شيء. اول حاجة غادي نبداو بمقادير ديال العجين. عندي هنايا 4 كاس ديال الماء اللي كيكون دافي، عندي خميرة ديال الخبز، السكر، الزيت، الملح والزبدة الحليب، وكذلك الدقيق اللي هو الدقيق الممتاز كنخدم به. المقادير مضبوطه غنعطيها لكم انا خدامه. المهم عندي 4 كاس ديال الماء دافي، كنعمل معاه معلقه كبيره ديال خميره الخبز ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده، وكنخلط مع بعضيته. غادي نخلي هذا الخليط جانبا حتى يتفاعل، وندوز مع المقادير اللي باقيين. عندي نص كيلو ديال الدقيق، معاه معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي 75 غرام ديال الزبده، انا استعملت الممتازه بحاره المطبخ. عندي 2 معالق كبارين ديال الزيت، ما يعادل 20 غرام ديال الزيت. المهم المقادير غادي نخليها لكم مضبوطه في صندوق الوصف، باش اللي بغات تخدم هاد المملحات يجيوها ساهلين. كنخلط داكشي كامل اللي عندي مع بعضيته. الزبده تكون بحاره المطبخ كيف ما قلت لكم، ممكن تستعملوا اي زبده، انا استعملت هنايا ممتازه حتى عندي في الدار. غادي نضيف هنايا الخليط اللي تفاعل لي ديال الخميره مع السكر والماء دافي، ونجمع كلشي مع بعضيته. هنايا الحليب كيكون حتى هو عندي دافي، هو اللي غادي نجمع به الخليط ديالي. ممكن تستعملوا الحليب بودره وتتجمعوا بالحليب بالماء دافي ممكن، فانا استعملت الحليب العادي. كنجمع بحال هكذا وانا كنخلط. خصني نحصل على عجينه تكون لينه وكتلصق في اليدين، يعني هاد الخبيزات وداكشي كيبغيو العجينه تكون مرخوفه. صافي غادي نبقى بحال هكذا تنحصل على القوام اللي بغيت. انا هنايا صافي كنكتفي، انتما كتشوفوا العجينه كتلصق وما خصهاش تكون جاريه مي كتلصق في اليدين. غادي نبقى هنايا كندلك العجين ديالي. هنايا غادي نعملو في سطح العمل باش يجيني ساهل اني ندلكو بسهوله. هاد العجينه خاصو شويه دليك، بغيتو تعملوه في العجانه ممكن، انا عملته معكم هنايا غير بيدي باش تعرفوا انه واخا غير باليدين فناجح، يعني ماشي ضروري يكون عندكم العجانه، مع انه دابا كلشي عنده العجانه، ولكن المهم غادي نخدمو بيدي بحال هكذا. كندلكو، غادي ندلكو واحد 5 دقائق صافي، ومن بعد غادي يكون العجين وجد لي. احنا كندلكوه وكنلاحظوا انه ما كيبقاش كيلصق، وكيعطينا الطوع وكيرجع رطب لين. صافي غادي نستمر بحال هكذا كندلك. هاد العجينه صراحه تنفعكم في بزاف ديال الساندويشات، سواء كانوا بحال الميني برجر او هادو، فمزيونين ناجحين. هاد الخبيزات ما كيجيوش قطنيين بحال البرجر، هادو كيجيو بحال لي باغيت. هنايا كندهن الاناء ديالي بالزيت وكنغطيهم، كنغطي العجين ديالي ونخليه جانبا، نغطيه بواحد الثوب نقي ونخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو، يعني من نص ساعه حتى ساعه عاد نخدمو به. هنا كنخوي ديك الهواء اللي تكون لي بالخميره، وغادي نقطع الكويرات ديالي ونبقى نوزن. بغيتو تعملوا غير كويرات قد بعضيتهم نتوما تعرفوا، انا عملت الوزن 45 غرام. ممكن تعملوهم ميني يعني صغيورين صواغي، غادي تنقصوا تعملوا غير 20 غرام ولا 15 الا بغيتوهم ستيتوين. بغيتو فحال هيدا يكونوا معوطين غادي تعملوا 45 غرام. اللي بغات ما توزنش غادي تقطعهم غير قد بعضيتهم وصافي. هنا كنشكل، ومن بعد غادي ندوز باش نوريكم كيفاش نعملهم على شكل ميني باكيت. بالنسبه كيف ما قلت لكم هاد الكمير كيجي رطيب ومقرمش، يعني ماشي بحال العجينه القطنيه، هذا كيجي باكيت صغيور فكيجي صراحه مزيون. هنايا كنشكل لي باكيت ديالي صافي، غير كنعطيهم واحد الشكل طولي بيدي بحال هكذا ونخليهم جانبا. من بعد غادي نعملهم في اللاطه
مستفين ومفارقين على بعضياتهم لأنه فيهم الخميرة، فأكيد كيتنفخوا. صافي بحال هكذا كنحاول نعوض بيدي داك الشكل ديال الكميرة. ساهلة صراحة، ما كتطلبش شي مجهود ولا شي حاجة، فغتستمروا بحال هكذا كتشكلوا لي ميني باكيت ديالكم. وغادي نوريكم واحد الطريقة أخرى حتى هي باش تشكلوا لي ميني باكيت. هنايا كنت كنشكلهم غير عادي، يعني كنحربل بيدي، ومن بعد لاحظت انه الكاميرا ما شبراليش يدي مزيان، فغادي نعاود نوريكم بطريقه اخرى كيفاش غادي تخدموا لي باكيت. المهم ساهله، غير كتحربلوهم بين يدكم وتحاولوا تعطيوهم داك الشكل. الطريقه الثانيه كنشوف باركوره ديال العجين وكنجمعها من الوسط بحال هاد الطريقه هذه. كنجمع العجين اطراف من جهه ومن جهه وكنحاول نعوضهم بحال هكذا كره. كنجمع الوسطاني ديالها بحال هاد الشكل هذا، ومن بعد كنعمل لي باكيت ديالي ساهله، ما كطلبش شي مجهود كبير. وغادي ننزلهم في اللاطه ديالي ونخليهم يخمروا للمره الثانيه، يعني ما بين نص ساعه هكذاك، ثلث ساعه حتى نص ساعه. يعني الحراره دابا هاد الايامات الصهد بزاف، الله يلطف بينا، فما غتطلبش منكم وقت كبير باش تخمر. صافي بحال هكذا كنستمر حتى نكمل لي باكيت ديالي كاملين. هنايا غادي ننزلهم جانبا. اللاطه دائما كنفرشها بورق ديال الفرن باش كنضمن انه الخبيزات ديالي غادي يطيبوا بطريقه متساويه. هنايا عندي البافو، عندي زنجلان بيض، عندي الزريعه، بيضه مكموله مع نقيطه الحليب ونقيطه ديال الخل، وكندهن الوجه ديال لي باكيت ديالي من بعد ما خمروا للمره الثانيه. صافي كندهنهم بحال هكذا ونزينوا الوجه ديالهم باش ما عندكم اللي عندكم في الدار غتزينوا به. يعني انا هنايا استعملت الزنجلان واستعملت الزريعه، لان اللي عندكم في الدار متواجد عملوهم، فكيعطيو جماليه للخبيزات ديالكم، كذلك كيجي فيهم المذاق مزيون. بحال هكذا كنستمر كنزين بداكشي اللي عندي في الدار. صافي كندهن البيضه كما قلت لكم انا متبيضه كامله مع نقيطه الحليب ونقيطه الخل. هنايا الفران كيكون ديجا كيسخن عندي على درجه 170. كندخل الخبيزات ديالي كنخلي 160 درجه يطيبوا من تحت، عاد كنشعلهم من فوقي بحال هكذا. ما تخليهمش يتحرقوا، غير يتحمروا. ملي كيبردوا كنقطعهم بحال هكذا من داخل. صراحه كيجيو غزالين، خاويين من داخل، وفي نفس الوقت مقرمشين ورطيطبين. صافي كنقطع بالمقص من الوسط، من احسن مقص ما كانش عندكم تقطعوا بالموس، يعني اللي عندكم قطعوا به. صافي بحال هكذا غنقطع الخبيزات ديالي كاملين. اللي بغات تعمل يعني التقطيعه العاديه من الوسط تعملها. انا عملت هذا الشكل هذا فكيجي مزيون، كيجي الشكل ديالو مبدل. وصراحه هو اللي خارج دابا كيعملوه كاع لي باتيسري، كيعملوا لي شاف الكبار. هنايا كندهن الخبز ديالي صوص كيتشاب ومايونيز مخلطين، وزدت لهم شويه ديال الفرomاج خلطتهم مع بعضهم. كندهن بهم داك الخبيزات وكنعمل الخس يعني في الجنيب بحال هكذا جنب واحد، والوسط غادي نعمل واحد دان فيمي، ومن بعد نويس ديال الفرomاج طرونشيات. كيبقى الحشوه اللي بغيتو اعملوا. يعني انا هنايا مشكله. نتوما اللي عندكم ممكن تعملوا بروشيت ديال الدانت، ممكن تعملوا الصدر ديال الدجاج، ممكن تعملوا كفيته يعني كويرات ديال الكفيته، فكيبقى اولا كفيته اصابع، فكيبقى حسب اللي بغيتو. هنايا هذا كنت عملت له ديك النقانق، انا غادي نوريكم نقانق فيمي هما هادو. عندي هنايا الدان فيمي وفرomاج طرونشيات، فكيبقى الحشوه كيف ما قلت لكم حسب الرغبه ديالكم. اللي عندكم عملوه، فكيجي صراحه كيجيو لذاذين ومزيونين وساهلين، يعني ماشي شي حاجه كبيره. كذلك وليداتنا غادي يعجبهم الا شافوهم في الطابله ديال رمضان، فكيجيو شي حاجه مزيونه. واللي حاجه اللي ما كتعجبهمش دخلوها لهم في الساندويشات، اكيد غياكلوهم لان المنظر كيجي فنيون. صافي بحال هكذا كنبقى نستعمر. كنت عامله كيتشوب في البوش ديالي باش كنعمل به خطيطات هكذا كنزين به. كيبقى تزيين حسب الرغبه ديالكم، تبارك الله كل سيده وكيفاش كتبغي تزين الطابله ديالها. فهنايا كيف ما قلت لكم الصوص اللي كدهنوا بها ممكن تدهنوا حتى بالبيشاميل، بفرomاج بوحديتو، تعملوا له مثلا تومه وتوابل، فكيبقى لي صوص يعني اجتهدوا فيهم وعملوا اي حاجه عندكم
باغيين تعملوها، فما كاين حتى شي مشكل. يعني الساندويشات كل ما بدلتي ونوعتي في النكهات كيجيو أفضل. يعني باش اعملوا 2 شكيلات 3 ونوعوا الطابلة ديالكم. صافي هنايا غنستمر بحال هكذا تنكمل كاع لي ساندويش اللي عندي. نتوما كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش جا، ومن بعد نوريكم كيفاش قدمتهم في الطابلة ديالي مع العصير ديال المونغ. ها نتوما كتشوفوا الطبيله ديالي كيفاش جات، كيجيو راقيين فنيونين، المنظر ديالهم رائع وصغيورين، وكل ما صغرتوهم كل ما كيجيو افضل. كنتمنى ان شاء الله تكون الوصفه ديال اليوم فاتتكم وتجربوها وتقاسموا معايا ان شاء الله التطبيقات ديالكم. اللي اول مره كتزور القناه مرحبا بها، نورتوني. جيم وابوني وبارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكبر عدد من المتتابعين. وان شاء الله دائما انا معكم مع وصفات رمضانيه اللي غتنفعكم ان شاء الله في طبله الفطور ديالكم، وغتكون اكيد دائما مميزه بسيطه وسهله. شكرا للتتبع ديالكم، دمتم سالمين.